هالأغنية إلها زاوية خاصة عند السوريين نتيجة ارتباطها بحرب أكتوبر، حيث كانت هي صافرة البداية وتزامن توقيت إذاعتها مع انطلاق أولى صواريخ الجبهة السورية باتجاه الكيان تمام الساعة 2 بعد الظهر يوم 6 تشرين الأول أكتوبر 1973. صدرت الأغنية عام 1966 ضمن مسرحية أيام فخر الدين يلي لعبت فيها السيدة فيروز دور عطر الليل، الشخصية الخيالية يلي بترافق الأمير فخر الدين وبتكون الصوت يلي بيحكي عن بطولاته وعن أحلام الحرية والسيادة والاستقلال عن سلطة العثماني بالكلمة والغنية. طب ليش عم نحكي عن الأغنية اليوم؟ واضحة، ما بدها ترجمان، فلسفي وكثرة غلبة، في شي منه ونكاية بالبعض كمان. السبب هو الخطأ الشائع والمزعج جدا بتداول عنوانه. يا جماعة الأغنية بتقول خطة أدمكن مو خبطة أدمكن. عسى ما ربنا رجعنا. شو الفرق سيبويه؟ هو بين عمق المعنى وبين تسطيحه. خطة أدمكن أشد وقعا كمعنى إنه مجرد الخطة أو الخطوة عم تكون هدارة، بينما الخبطة شيء طبيعي تكون هدارة، يعني مهما كانت خفيفة اسمها خبطة. عم يقلي عقلي قوم خبطه بس بدي حدا يسجعني. بعدين يا جماعة مفردة خبطة كتير تقيلة، والرحابني كانوا كتير دقيقين بحيث ما حيخلوا فيروز انها تأدي هيك كلمة بهالفجاجة هاي، وبالتالي ينتزعوا من الأغنية شاعريتها وصورتها العميقة. دخيل تحليلاتك مخبر أنتي كلاب. أبدا مو تحليلاتي ولا فزلكة لغة، وبعرف إنه البعض ما حيقتنع لو مهما حكيت. لا، والبعض الآخر شو مفكرينه؟ خبطة آدمكن من آدم، يعني العنوان كله غلط، الكلمتين غلط. لذلك نحن مضطرين إنه نعرض وثائق تثبت بحيث إنه ما عاد في لزوم للشرح. نسخ فينيل وكاسيت وسيدين مسرحية بالإضافة للنسخ الخاصة يلي صدرت ضمن الأغنية من عام 1966 لليوم تثبت هالشي. شو؟ أنا خرست. مو بس تخرس، وإذا لسه بسمع حدا عم يغنيها أو يقولها أو بشوف حدا كاتبها خبطة، تجي 1000 خبطة، 1000 خبطة، 1000 خبطة وخبطة، 1000 خبطة وخبطة. العمى كم مرة الواحد بيحكي بضل يعيد ويحكي الواحد ويبدأ بهالسيري لك خبطة 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 مو خبطة مو خبطة خبطة، تجيكن 1000 خبطة وخبطة، 1000 خبطة، 1000 خبطة وخبطة، 1000 خبطة. خلينا نخطب على السريع.